يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. كلام هذا روح منا يجي منا، والله ما كاين في النهاية كاين حاجة وحدة، صراع بين الحق والباطل. الحق كما نؤمن به نحن هو ما جاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نعطي مثل قصير، يعني فرنسا قال مثلا جيت باش نكذب، جات لي 100 آراء من الشرف نتاع فرنسا الذي أهانه الداي حسين. صح سيدي، هاك ديت الجزائر، علاش تريب 104 مسجد في العاصمة تريبت؟ ياك جيت تثأروا لي شرفك، ياك لماذا تهدمين يا فرنسا 108 مسجد في الجزائر القديمة، العاصمة اللي هي باب الواد، اللي يعرف العاصمة باب الواد، باب عزون، وباب الجهاد اللي فرنسا ردت باب فرنسا في لابيشري، وباب جديد في القصبة. هذه هي. حمدان خوجة يقول حديقة التويلري في باريس أكبر من مدينة الجزائر. في هذه المدينة كاين 112 مسجد كي دخلت فرنسا، خلات 4 جوامع، الجامع الكبير والجامع الجديد وسيدي رمضان وجامع السفير. إذا نقفز من ذلك الوقت لهنا 1952 وزير خارجية فرنسا، رئيس الحكومة تاع فرنسا اللي هو جورج بيدو، كي بدات المشاكل في المغرب وفي تونس، هذا وزير خارجية المفروض الكلام نتاعو يكون شوية مسقم، قال لا كروا إكرازرا لو كرواسون. ماشي كلامي انا، شوفوا لا غير دالجيري تاع هونري هالاك تلقاو فيه الكلام هذا، لا كروا إكرازرا لو كرواسون. اذا ما خوك لا يغرك صاحبك. هذا الكلام اللي ضحكوا علينا به يحكيوها كما يقول شعبنا الراقدين، مادام فيقنا ان شاء الله ما اذا. وحاجه اخرى لازم نتاكدوا منها، الهدف نتاع فرنسا باحتلال الجزائر مش في 1827 قال ضربنا القنصل نتاعهم. هذا القنصل بالذات اللي هو ديفال عنده تقرير منشور موجود الان في 1819 يطلب من الحكومه تاعو تحتل الجزائر قبل ما نضربوه ب8 سنين. اذا كما يقول شعبنا احنا مذبوحين للعيد ولا العاشوراء، فهمت؟ والقرار نتاع فرنسا باش تحتل الجزائر تاخذ الجزائر اتخذ في 1572 بعد معركة لي بونت بين العثمانيين والجزائر، جزء من الدولة العثمانية المسلمة، والتحالف كما قال خونا سي عميرات الله يرحمه سليمان، تحلف ماشي تحالف، التحلف. والا شكون قويه فرنسا في 19 سيكل ولا في 20 سيكل؟ في 19 سيكل حكمنا معها 17 سنه في الامير عبد القادر، شحال دار هنايا فاطمه السومر، الشيخ الحداد، بوبغلا في بوعمامه في الغرب، ما درنا لها والو. وفرنسا ضعيفه في 19 سيكل ماشي كما في 20 سيكل، لكن لما توحدنا وفهمنا وبفضل الرجال في 7 سنين قضينا لها صلاح، طبقناها. اذا هذه العوامل هذه اللي سبت مجيء الاستعمار هي اكثرها منا بسببنا، الجسم اللي مريض وتعبان وكذا، بالخف الانفلونزا ترقدوا. في كان واحد اسمه غابرييل عنده كتاب اسمه لي كومونسمون دان امبير فرونسي، بداية امبراطورية فرنسوية ومن تحت لابريز دالجي، احتلال الجزائر. اخر قنطوم نتاع فرنسا هنا اللي هو راول سالون
كتب المذكرات تاعو، هي عندي فيها 4 أجزاء. فان دان امبير، نهايه امبراطوريه. هنا كلات سنانها فرنسا. نعم بدات هنايا الامبراطوريه تاعها، بصح خذات طريقها. يقول له هذا شارل دو فوكو اللي العام هذا رايحين يتقلوا علينا شويه، خاطر عنده قرن اللي قتلوه الرجال في تامراست، خاوتنا تاع تامراست، في ديسمبر 1916 قضاو عليه. هذا لو كان انت جاي تنشر لنا المسيحيه كيفاش يقول اخوه، محبه، الله محبه. انت واش عندك 36 صندوق تاع المينيسيون تاع السلاح لقاوها عنده في تايك، لاباس عليك. على كل حال قال له 50 سنه، هذا الفدوس كتبها 22 32 42 52 62، 50 سنه طبقت فرنسا. قال له في خلال 50 سنه ما نديوش البلاد هذه للمسيحيه وللنصرانيه، سيستعمل الجزائريون الاسلام لطردنا من امبراطوريتنا، وذلك ما وقع. العلماء تاع الجزائر وقفوا امام هذا الهدف نتاع فرنسا الى 4 مواقف. كي نقراو السير نتاعهم ونتبعوهم وكذا، كاين فئه خرجت قالت انا ما يحكمش فيا القومي، النصراني ما يخرج. بزاف من العلماء من منطقه مثلا ال المبارك من دلس راحوا للشام واصبحوا شيئا مذكورا، منهم الشيخ محمد المبارك الله يرحمه، اخوه الشيخ الخضر حسين اللي ولا شيخ الازهر من جهه طولقه. علماء كثيرين جدا. الشيخ محمد معمري عمو تاع مولود معمري كان استاذ لمحمد الخامس والحسن الثاني، استاذه قراهم فرنسا. من العنابي اول واحد فاتوا فرنسا هو المفتي تاع الجزائر بن العنابي، محمود بن العنابي بن الكباطي، اللي يا فرنسا حبيت دير جامع كتاوه علاه باش طلع له لا بانسيون. قال راح المفتي تاع الجزائر لازم يحضر العمليه تاع انزال الهلال ووضع الصليب في كتاوه. قال كلمه يعني تسوى ما تسوى، قال إن تحولت العبادة في مسجدنا فإن ربه لن يتحول في قلوبنا. وبقى هذاك ربنا حتى رجعنا له في 62 قلنا له يا محمد مبروك عليك، الجزائر راهي رجعت ليك. الفئة الثانية عزلت أو انعزلت، راحوا للشهور وكذا، خاصة بعد ما استولت فرنسا على الأوقاف. الفرنساويين يقدروا الحبوس ب60% من الأراضي نتاع الجزائر حبوس. الجامع الكبير في العاصمة عنده 557 وقف تخدم عليه، ودولة الطلبة تاعنا كانوا ياخذوا لي بورس. قبل ما تجيب لنا فرنسا قال أنا فهمتكم وجبت لكم لا بورس وكذا. الحبوس داتها فرنسا بعدما قالت أنا نحافظ على الإسلام وعلى الحقوق وكذا. في 5 جويلية سنية الاتفاق اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. كاين مسيحي لبناني مسيحي يقول إن شئت دفع الظلم فاضرب بسيف محمد واهجر يسوع. يسوع هو المسيح. ما عندناش حنا نضربك على خديك الايمن دور له، لا اعطاك اعطيه اذا قدر هذا، ولكن بمثل شي كيما اليهود هذوك الفلسطينيين يبعث هذيك الصاروخ هذيك تمشي وتشعل باش توصل لعسقلان، الاخر يعمل له قنابل اخرى. هو دين العزه، لله العزه ولرسوله وللمؤمنين. وفهمت الهدف نتاع فرنسا، قالوا احنا علينا نخدموا وعلى الله لازم نفيقوا شعبنا، لازم نفهموه باللي عنده حق التصيب. نخدموا شويه فرادى من 1900 1830 والعلماء يخدموا.
لكن قالوا العمل الفردي هذا ما يجيبش نتيجه. وصلوا في 1930 31 يديروا هذه الجمعيه المباركه خير جمعيه اخرجت للناس، والتقى فيها كل اللي عنده فهم صحيح للاسلام وروح وطنيه. يحكي سي العربي سي الخضر بورقعه ربي يطول عمره من مسؤولي الولايه الرابعه في الثوره على سي محمد الحاج الله يرحمه. اسمع الناس يهضروا الاسلام والوطنيه ولا قال لهم بهذيك البساطه نتاعو قال لهم هادو توام ما يمكنش والله توام هكا. شوفوها في الكلام تاع سي العربي سي الخضر بورقعه. فما كانش الجزائريين لا يفرقون بين الاسلام وبين الوطني ولا العربيه بالمفهوم الحضاري نتاعها، بدليل ان اول واحد داير قواعد نتاع اللغه العربيه قبل ما يدير الامازيغيه اللي هو ابن معطي الزواوي. هذا اول واحد الفيه ابن معطي، هذاك ابن مالك الاندلسي حب يدير روحه شويه ميداليه، قال ان الالفيه نتاعي فائقه الفيه ابن معطي خير من الفيه ابن معطي. يقولوا شاف في المنام ابن معطي قالوا ما تحشمش، الفضل كما يقولوا للمبتدي وان احسن المقتدي. انا فكرت فيها فقال زاد هذا البيت من الشعر قال وهو حائز على ابن معطي بالسبق تفضيلا مستوجب ثنائي الجميله. نشكروه حتى فكر فيها قبل ما نفكر فيها انا. ومن بعد كي حنا نديروا القاعه ومن بعد كي يجي بيير هذا تاع فرنسا هذا صباط موكاسان اللي عملنا، انما اللي فكر اول مره باش يدير لنا الصباط هذاك هو صح. فهاد العلماء هادو فهموا باللي القضيه على اهم شيء في البلاد قال احنا نديروا اهم شيء والباقي هذه كاين حاجه نسميوها الثابت والمتحول. كاين حاجه يعني المفروض العلماء الدين العب في كل شيء، روح كل واحد من تيزوجتو ماكش مسلم تشوف اذا ما ضربكش باللي عنده. فهمت؟ كنت مره جيت الشيخ الغزالي وقيل لها الدار هذه جيت معاه انا في الطريق جايين قلت له على بالك الشيخ اللي راه بالجزائر ربي يحب الجزائر خير منكم. خلع قال لي ازاي؟ قلت له احنا ما عندنا لا يهودي لا نصراني لا مجوسي لا درزي. قلت له حتى الخباطيه تاعنا 40 يوم يدير فيدونج لافاج ويصوم ولاباس عليه. اذا الحمد لله هذه نعمه من عند ربي والله ما يعني ما عند شعب اي شعب الا احنا. تصور لو كان بقى المليون قاوري هنايا في 62 لو كان بقى مليون قاوري الان راهم 6 ملايين بالك ولا 7 ملايين ولا 5. ارواح انت فريها ارواح انت رانا بين خنشله والغواط ولا ذاك ساعات تقوم الحرب داحس والغبره على قطعه تاع التراب العرش هذا. فهمت؟ فما بالك انت صايم في يوم رمضان وهو فاتح لك مثلا في الدشران تاع جيجل عندنا يفتح لك خماره ولا يبيع في الحلوف. يا اذا والله يا ربي غير يحب الجزائر اقسم بالله هنانا. وما كان حتى قانون يلزم الفرنسيين ان يخرجوا، بالعكس لا ديان اول نوفمبر لا البلاتفورم تاع الصمام لا مؤتمر طرابلس يقول الفرنساويين يروحوا. بالعكس انا كنت نقرا في كتاب تاع سي فرحات عباس رحمه الله وطوبسي دينغير تشريح حرب في المعرض شريته قال ما واحد ما قال لهم هما برك لخاطر كانوا المجرمين هزوا رواحهم في 62 خافوا لا وشعبنا بريء طيب وما كان يسمح لهم ولا باس. انما لو كان قعدوا كان يخدموا لنا مشكله تاع الحقيقيه. دوغول كي قالوا له كيفاش تطلق الجزائر هو من الدشره نتاعو يسميوها كولومبي لي دو زيغليز. قال راني خايف تولي كولومبي لي دو موسكي. ما لا اطلق علينا. ولهذا قال صاحبه اللي صاحب كتاب سيتي دوغول نسيت اسمه الان كذا
قال له احسن خدمه قدمتها لفرنسا، هذا دوغول واش هي؟ ماشي دار لها البومب اتوميك ولا ربح الدوزيام كار مونديال ولا كذا، سلكتها من الهم تاع الجزائر، خرجتها من الهم تاع الجزائر، كانت تغرق. صدر منذ سنوات قليله، كان يحكي لنا عليه سي مولود قاسم الله يرحمه، لا غير دي لونغ، حرب اللغات. حرب اللغات. فرنسا الان عندها لاروفي تاع لانستيتيو باستور في فرنسا راه يتصدر بالانجليزيه، وحنا لاصقين فينا لازم تخدموا بالفرنساويه، مع ان نسبه الفرنساويه في الشبكه العنكبوتيه في العالم لا تتجاوز 4%. ايش خلينا نشوفوا دنيا ربي يا سيدي، واش احنا